الحب وبين السلام وبين الحنية. وهسه ويانا وجدان النقيب الكاتبة المبدعة. ترحيب. السلام عليكم. شكرا للحضور الكريم، وأحب أشكر كل اللي رشحني أكون هنا بين 10 مميزين أفتخر أنه أني أعرفهم. وشكرا للمصطفى العبيدي طبعا لأن تعب ويانا. أني وجدان عبد الإله النقيب، مواليد 91 من بغداد. حبيت الشعر من خلال والدي، لأنه والدي هو الأب والأم بالنسبة إلي، لأنه أنا أمي متوفية. فكنت آخذ المفكرة مالته من أني بالابتدائية لحد ما حفظتها، أقراها كل يومية مستمرة لحد ما حفظتها. حبيت الشعر من خلاله. والدي يكتب كل الألوان، لكن يعني ما معروف أو ما دخل للوسط الشعري. بالمتوسطة والإعدادية حس يعني إنه عندي هذه الموهبة، فظل يدعمني، يجيب لي كتب من نزار قباني، الأستاذ عريان السيد خلف، رغم إنه كنت ما أفهم المصطلحات الجنوبية البحتة، لكن هو كان يشرح لي إياها. من نجوم الشعر أستاذ رائد ذكر ظهرت بهاي الفترة برامج نجوم الشعر، كنت أركز على الأساتذة من يرشحون الأخطاء لحد ما عرفت شنو هي أصول النص، شلون تكتب نص شعري جيد. بديت أكتب تقريبا بالإعدادية نصوص مختلفة أغلبها عمودية لحد ما وصلت للمعهد. بالمعهد بالمرحلة الثانية كنت من الأوائل، بما أنه هو مرحلتين، فبالمرحلة الثانية كان عندنا نهاية السنة يوم القسم. اقترحت على رئيس القسم أنه نقيم مهرجان شعري. بالفعل أقمنا مهرجان شعري، وكنت عريف الحفل بي، ولقيت بوقتها قصيدة. كانت هاي أول مرة أصعد منصة. بهاي الفترة ظهرت عندي أعراض مؤلمة، يعني صحية غير جيدة، ما قدروا الأطباء يعني يعرفون شنو هي، وقصرت بدراستي، لكن رغم هذا قدرت أحافظ على المركز من الأوائل لحد ما تخرجت. رغم طلعت من الأوائل ما قدرت أكمل كلية، وما قدرت أكون معيدة بالمعهد ولا أشتغل، لأنه حالتي الصحية بوقتها تعبت كلش. 1.5 سنة بين التحاليل والأشعات ما عرفوا شنو هو المرض بالضبط. يعني اخترعوا لي أمراض هواية، أخذت علاجات كلش هواية، لكن هي مو يم المرض. 2012 برمضان فجأة الدكتورة قالت لي باكر تسوين عملية استئصال. طلع عندي كانسر، السرطان غدد لمفاوية من نوع هوشكن ديزيز، وبديت بوقتها اخذ علاج كيميائي. العلاج الكيميائي حسن من صحتي، قدرت اشتغل، رجعت اكتب، لان بهاي الفترة ما كنت اسوي اي شيء، ما اقرا ما اكتب، يعني مجرد انسان كنت ينام حتى ما ياكل. المهم ما طول عليكم، اخذت علاجات كيميائية، كل الكورسات المفروض اخذها اخذتها. المرض رجع ينتشر، ما قدر يعني الاطباء بمدينة الطب وبالجامعة الامريكية بلبنان قالوا انه ماكو فايدة، اما علاج جديد ومجرب مو اكيد ينجح وياك، اما تستعملين مسكنات. اللي فهمته انه قدامي 4 سنين ممكن اعيشها من نهاية 2014. فمن عرفت قبالي 4 سنين لازم احقق بهاي ال4 سنين شيء، ونعمة بالله الأعمار بيد الله، لكن لازم احقق شيء. اذا قدرت احققه اوكي، اذا ما قدرت اني حاولت انه احقق فد شيء. ما قبالي غير الشعر. بهاي الفترة من 2011 كنت انشر بطريق الشعر، الاستاذ عريان السيد خلف ينشر لي نصوص، لكن اني ما ملتقيه بيه. فقررت التقي باستاذ عريان السيد خلف حتى اعرف شنو مستواي، حتى اقدر امشي بهذا المجال. وبالفعل بنهاية 2014 التقيت بيه. اول شيء قال لي يا انت شاعرة. طبعا هالشيء فرحني كلش، وقلت له تجاملني.
بوقتها قال هذه مسؤولية إنسانية ما نجامل بيها. لهذا أول ما رجعت من عنده كتبت أول نص حسيته شعر فعلا شجعني تشجيع مو طبيعي. هو الأب الروحي أصلا قبل ما أشوفه إلي. بداية 2015 بديت أكتب نصوص. قررت لازم بنهاية السنة من يكون عمري 25 سنة أنا عندي إنجاز أفتخر به. وبالفعل بنهاية السنة قدرت أجمع أو أختار 15 نص بين القصير والطويل و16 مقطع اختاريتهن. وقدرت أكتب حجل وأحلام وطفولة اللي هو هذه المجموعة. هذا الديوان الشعبي ديوان شعر شعبي أغلبها قصائد وجدانية. أكو قصائد كنت أبكي وأكتبها من الألم لأنه الفترة بين 2015 استعملت علاج الإشعاعي. العلاج الإشعاعي يأخذ وقت وجهد يعني يأذي أكثر من الكيماوي يمكن. فقدرت أكمل هذه المجموعة بسنة. طولت عليكم. بالنهاية أحب أشكر كل اللي خلاني أوقف على هذا المسرح. حلمي أنه بالجاي إن شاء الله أكتب عن المرأة، عن معاناتها، المرأة النازحة، المرأة أم الشهيد، المرأة اللي عندها كانسر شلون عانت، عن المرأة بكل المجالات لكن بقصيدة شعبية توصل لها حتى توصل. عادة النساء يسمعون الفصحى أكثر من الشعبي، والحمد لله النصوص اللي أكتبها أكو إلها جمهور نسائي وهذا الشيء أفتخر به. وأحب أقول تهت والمستحى بروحي أدور وين ما بي بقايا رماد وأتوسد على جروحي وفزع كلمة التنقال توقف لي بوجه ناحي ودار الآه هلبت من عيون الناس داريني ولاقيني وحيدة هم واختل بيني وبيني. شنو ذنبي وحرمني الضيم عشريني، شنو ذنبي وحرمني المشط والحنة وعلى جروحي تتشيني. أعيش المن وأموت بليش وأنا أصلا ضمير الناس موتني ما يحيني وأنا بلا ضفيرة وشوق تشعل ظلمة سنيني وتهت ما بيني وبيني. شكرا لكم. إذن أعزائي المشاهدين قصيدة مؤثرة جدا للكاتبة وجدان النقيب وأيضا قصة وحلم مؤثر. فوجدان التي وجدت نفسها يتيمة وهي صغيرة في العمر دون اختيار، وأيضا كانت متأثرة بقصاصات وأيضا مذكرات والدها الكاتب الخفي وهو الذي حثها على الكتابة وعلى الاستمرار. وجدت نفسها تجابه مرض خطير وهو الكانسر، سرطان الغدد اللمفاوية التي خضعت بعدها للاستئصال. وجدان كاتبة رائعة، وأيضا الكاتب يولد من رحم المعاناة، ولهذا وجدان كانت موجودة معنا اليوم وعبرت عن حلمها. شكرا لك وجدان، وهذه انتقالة وعودة للزميلة حنان.